الجهاز ده لازم يبقى عند اي حد عنده سكر. طب الجهاز ده بيعمل ايه وبيشتغل ازاي؟ خلينا في الاول نركب الجهاز ده. خلاص كده ركبنا الجهاز. الجهاز ده عبارة عن سنسور أو مستشعر بيقيس سكر الدم على مدار ال 24 ساعة من غير شكشكة طول الوقت. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ كل اللي انت هتعمله بعد ما ركبت السنسور ان انت هتروح على الاب ستور او جوجل بلاي على حسب نوع الموبايل بتاعك، وهتنزل الابلكيشن اللي اسمه لينكس اللي هو بتاع السنسور ده. واول ما بتنزل الابلكيشن بيبدأ يتربط على السنسور ده، وبتلاقي على مدار ال 24 ساعة على الموبايل بتاعك كل قياسات السكر بتاعتك. والاجمد في التطبيق ده ان هو بيخلي مريض السكر يقدر يعمل شير للبيانات بتاعه السكر او مقاسات السكر بتاعته مع الدكتور بتاعه مثلا او اي حد من افراد الاسره بتاعته. يعني انا مثلا طول الوقت شايف قياسات السكر بتاعه والدي لان هو مركب نفس الجهاز، فبيعمل شير البيانات بتاعته مع الموبايل بتاعي. ولما السكر ينزل او يطلع لاي مستوى فيه قلق او خطوره، بيبدا الابلكيشن يبعت لي اشعار صوته مزعج علشان يعرفني ان في مشكله. وده بالفعل حصل قبل كده، ان الابلكيشن بعت لي اشعار ان السكر بتاع والدي نزل عن 60، ففورا اتصلت بيه علشان ياكل اي حاجه ويرفع مستوى السكر. الجهاز ده كمان هيبقى رائع جدا مع الاطفال اللي عندهم سكر، لانه هيخلي اهاليهم يقدروا يتابعوا السكر بتاعهم من غير شكشكه طول الوقت. بس كده الجهاز ده هتلاقيه بيتباع على الموقع ده، وكمان هتلاقي اللينك موجود على جمالصبي.com، وممكن تبعت لي في التعليقات كلمه لينك او رابط وانا هبعت لك رساله فيها كل التفاصيل.